كانت مقابلة صعبة جدا، وكانت معقدة بزاف، ودرنا اللي في جهدنا، ما قصرناش في جهدنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بعد خسارة اللقب بسذاجة، جماهير المغربية تحمل ويبي المسؤولية وتطالب بإقالته. خيبة أمل جديدة صراحة تضاف إلى سجل المنتخبات المغربية الشابة بعدما سقط المنتخب أقل من 20 سنة في نهائي كأس أفريقيا أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في مباراة لم تشهد فقط خسارة في النتيجة بل أيضا هزيمة في الروح والطموح والتخطيط. ما كان يفترض أن يكون تتويجا مستحقا لمسار قوي يتحول إلى مشهد من الإحباط والحيرة، وعاد الأذهان سيناريوهات متكررة لفشل منتخباتنا في التعامل مع الضغط النهائيات. وما يثير السخط أكثر أن الخسارة لم تكن أمام منتخب أقوى أو أكثر جاهزية، بل كانت نتيجة لاختيارات غريبة وقرارات لا ترتكب حتى في مباراة الهواة. ومن الأخطاء التي لا تغتفر أنه كان لدينا خط دفاع صلب منظم واعتبر طيلة البطولة نقطة قوة أبرز، لكن المفاجأة وفي النهائي بدأت قرار المدرب محمد وهبي التشتيت توازنه عبر إقحام لاعب غير جاهز مثل عبد الحميد عيد بودلال الذي بدأ وكأنه مرعوبا منذ اللحظات الأولى. هذا التغير غير مبرر لم يضرب فقط باستقرار الدفاع بل أربك المنظومة بأكملها. المدرب وهبي وجد نفسه في عين العاصفة، وهذا طبيعي بعد الأداء الباهت واختيارات غير مفهومة التي أطاحت بالحلم اللقب الثاني. الجماهير المغربية التي واكبت مسار منتخب بكل شغف لم تتردد في التعبير عن غضبها، مطالبة بالرحيل الإطار الفني فورا وتجديد شامل قبل كأس العالم، مشددة على أن إبقاء نفس المنظومة سيكون بمثابة مقامرة خاسرة سلفا، ولا أحد يريد تكرار نفس الخيبات الماضي على المسرح أكبر أو أصعب. فمن جانب آخر دعت الجماهير المغربية إلى إقالة المدرب، بل في مراجعات شاملة توجيهات المنتخب والمشددين على ضرورة البحث عن مدرب جديد يملك الكفاءة والقدرة على التدبير التكتيكي الذكي، ومدير تقني يعرف كيف يقرأ تفاصيل المباريات ويحسن التوظيف عناصره، مذكرين في وقت نفسه بالتجربة الطارقة سكيتيوي الناجحة بعد أن قاد المنتخب الأولمبي للظفر بالميدالية البرونزية التاريخية بفضل الانضباط والجدية والصرامة في القرارات. وإلى يوسف أنصاري الذي يشعل إعلام التركي برد مثير. لم يمر رد الدول المغربي يوسف أنصاري على السفارة السجال التي تعرض لها من جمال فربخش مرور الكرام في وسائل إعلام تركيا، التي سلطت الضوء على احتفاليات مثيرة بعد تسجيل الهدف السبق لفريقه في مرمى أمس بالدوري التركي. والإعلام المحلي وصف احتفال أنصاري الذي أشار بيده على الجماهير قائلا: أين أصواتكم الآن؟ بأنه رسالة قوية من المهاجم المغربي الجماهير التي شككت في مستواه بعدما أطلقت صفات استهجان ضده قبل تسجيل الهدف. وسائل إعلام تركيا لم تكتفي بالتحليل رد فعل سري بل ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن هذا المشهد قد يكون مؤشرا على توتر العلاقات بين اللاعب والجمهور، ما قد يعاجل برحيله خلال فترة انتقالات الصيفية، خصوصا في ظل اهتمام أندية أوروبية بضمه من بينها النادي فولهام الإنجليزي، وأيضا رغبة إشبيلية الإسباني في استعادته. وإلى عبد الصمد الزلزولي، وجه مانويل بيلغريني مدرب بيتيس تحذير لعبد الصمد الزلزولي للحفاظ على مستوى قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام تشيلسي في 28 مايو. من جانب آخر ذكرت الصحيفة أن المدرب بيلغريني الداعم الأول للزلزولي لعب دور كبير في استعادة الثقة والبقاء مع الفريق هذا الموسم بعدما ساهم المغربي بفعالية في التأهل النهائي بتسجيله ضد فرونتينا ذهابا. وفي الوقت الإضافي المدرب التشيلي لم يتردد في توجيه ملاحظة حادة للزلزولي عقب أدائه المتراجع أمام أتلتيكو مدريد، خاصة بسبب التقصير الدفاعي مما دفع لاستبداله في الشوط الثاني. وفي خطوة اعتبرت رسالة واضحة بضرورة الحفاظ على التركيز مع اشتداد المنافسة داخل التشكيلة الأساسية.